في قلب جبال الانديز وتحديدا في امريكا الجنوبيه، ورا السحب اللي بتغطي القمم وفي طرق مشيها شبه مستحيل، كان في امبراطوريه عظيمه مليانه اسرار وذهب ودم. حضاره ما كناش نعرف عنها حاجه لحد ما الغزاة الاسبان وصلوا هناك ومشوا وسط الضباب ومعاهم طمعهم وسيوفهم. النهارده هنتكلم عن حضاره الانكا، الناس اللي بنوا امبراطوريه من غير ما يعرفوا العجله ولا الكتابه، ومع ذلك خلت العالم كله يتحير فيهم لحد النهارده. في بداية القرن ال13 وسط جبال الانديز في بيرو، ظهرت قبيلة صغيرة جدا اسمها الإنكا. كانت عايشة في منطقة اسمها كوسكو، واللي بعد كده هتبقى العاصمة المقدسة لإمبراطوريتهم. الإنكا كانوا بيؤمنوا إنهم ولاد الشمس، وإن الإمبراطور بتاعهم اسمه سابا إنكا، هو نفسه ابن الإله إنتي إله الشمس عندهم. وعلى مدى 200 سنة بس حولوا القبيلة الصغيرة دي لإمبراطورية عملاقة امتدت من الإكوادور ولحد شيلي، وسيطروا على أكتر من 12 مليون بني آدم، من غير خرايط، من غير كتابة، بس بنظام صارم وعبقرية عمرانية وعسكرية مش طبيعية. الإنكا كان عندهم علاقة غريبة بالذهب، ما كانوش بيستخدموه كفلوس، لكن كانوا بيعتبروه دم الشمس. كل المعابد بتاعتهم متزينة بصفائح ذهب وتماثيل بالحجم الطبيعي مصنوعة بالكامل من الذهب الصافي. تخيل معبد الشمس في كوسكو، جدرانه متغطية بصفائح الذهب، وكل يوم الصبح أول ما الشمس تطلع ينعكس نور على الذهب فتحس كأن الجبل بينور. لكن لما وصلوا الأسبان بقيادة فرانشيسكو بيتزارو سنة 1532، اللي شافوه ما كانش روحاني ولا مقدس، شاف كنوز وسبايك وفلوس. وقت ما وصل بيتزارو كان الإنكا في خناقة داخلية بين 2 إخوات، أتهوالبا وهواسكار. البلد كانت مشتعلة، والحرب الأهلية خلت الإنكا أضعف من أي وقت فات. بيتزارو استغل الفرصة وبعت لأتهوالبا دعوة للسلام في مدينة كاخاماركا. الإمبراطور وافق وراح معاه آلاف من جنوده، بس من غير سلاح تقيل، على أساس إنهم رايحين اجتماع مش حرب. وهناك الأسبان كعادة الأوروبيين عملوا كمين، قتلوا الآلاف وأسروا أتهوالبا. لكن هنا بقى المفاجأة، أتهوالبا عرض عليهم كنز مش طبيعي. قال لهم هعمل لكم أوضة بحجمها طول في عرض بالذهب لحد السقف مقابل حريتي. وصدق أو لا تصدق، خلال شهور شعبه جمع حوالي 6 طن ذهب. بس حتى بعد ما أخدوا الذهب بيتزارو شنق أتهوالبا، لأنه خاف من شعبيته، خاف إن الإمبراطورية تقوم تاني. الإمبراطورية كانت على جبال عالية جدا، وكان لازم يلاقوا طريقة يوصلوا الأماكن ببعض، فاخترعوا شبكة طرق بطول حوالي 40,000 كيلو متر. أيوة 40,000 كيلو متر، يعني تقريبا قد محيط الأرض. عملوا كباري من الحبال بتتجدد كل سنة، وكان في سعاة بيجروا من محطة للتانية عشان يوصلوا الأخبار بسرعة رهيبة، بالظبط زي سباق التتابع. وكل ده من غير ولا عجل ولا حيوانات جر، كانوا بيشيلوا كل حاجة على ظهرهم أو على ظهر اللامة. في سنة 1911 المستكشف هيرام بينغهام اكتشف مدينة مخفية فوق جبل اسمها ماتشو بيتشو. المدينة كانت معجزة معمارية، مبنية بحجارة ضخمة متقفلة على بعض من غير أسمنت ولا مسامير. والمفاجأة إن الزلازل لما ضربت المنطقة المدن كلها وقعت ما عدا ماتشو بيتشو. ليه؟ عشان الإنكا كانوا عاملين الحجارة بشكل بيمتص الهزات. والمدينة دي لحد النهاردة محدش عارف كانت وظيفتها إيه. هل كانت معبد؟ مركز إداري؟ مكان للراحة الملكية؟ لسه السر مفقود. بعد ما قتلوا أتهوالبا شعب الإنكا خبى الذهب كله، مش بس اللي في كوسكو، لأ، ذهب من المعابد، من القصور، من الجناين، كله اتلم واتخبى في مكان محدش يعرفه. واحد من الكهنة الكبار اسمه اوروكاما خد على عاتقه حماية كنوز الشمس، وكان شايف ان الذهب ده مش مال، ده روح الاله، واللي يمد ايده عليه الشمس هتنسى اسمه والقمر هيطرده من تحت نوره. ومن هنا طلعت حكاية مدينة مفقودة، مدينة مصنوعة من الذهب اسمها إلدورادو. بيقولوا انها مدينة ظهرت مرة واحدة بس لما الشمس كانت في وضع معين، وان اللي شافها اختفى بعدها للأبد. الأسبان فضلوا يدوروا عليها سنين، وسابوا جيوش تموت في الغابات، وغرقت سفن في الأنهار، بس ما حدش لقاها. في ناس بتقول إن المدينة موجودة في قلب غابات الأمازون، وإن تماثيل الإنكا لسه بتراقب اللي بيقرب منها وبتمنعه. في اللي بيقول إن الكهنة رموا كل الذهب في بحيرة مقدسة اسمها بحيرة جواتافيتي، ورموا الكنز كله عشان يحموه من طمع البشر. وفي حكاية تانية إن في خريطة سحرية محفورة على جلد لاما ضايعة من 500 سنة، واللي يلاقيها يوصل للكنز، بس بشرط لازم يكون نقي القلب
وإلا هيدوب جوه الجبل ويبقى تمثال ذهب جديد بيحرس المدينة. الإنكا كمان حاولوا يقوموا من جديد، وكان في مقاومة بقيادة مانكو إنكا، انسحبوا للغابات وحاربوا الأسبان سنين طويلة، لكن السيوف والخيول والمدافع كانت أقوى من الرماح. ومع الأمراض اللي جابها الغزاة زي الجدري، الإمبراطورية وقعت، لكن حضارتهم لسه عايشة في القرى، في طرق الزراعة، في اللبس. بس تعالى نفصل الحقيقة من الأسطورة. كل اللي حكيته لك عن أتوهالبا الإمبراطور اللي اتأثر والكنز اللي لموه الإنكا عشان يحرروه ده حقيقي. الذهب اللي اتجمع، الأوضة اللي اتملت، الغدر اللي حصل، ده تاريخ مكتوب مش مجرد كلام سواح. لكن إلدورادو، مدينة كاملة من الذهب، أو بلد فيها شوارع من ذهب وحيطان من ياقوت، لسه لحد النهاردة ولا خريطة وصلتنا، ولا عالم آثار قال أهو لقيتها. بس في بحيرة حقيقية اسمها جواتيفيتا، كانوا ملوك الشبشة بيدهنوا نفسهم بودرة ذهب ويركبوا قارب في نص المية ويرموا كنوزهم قربان للآلهة. ومن هنا اتولدت الأسطورة، اتولدت إلدورادو، وبقت الجملة دي مش بس مكان، بقت رمز للطمع البشري، رمز للحلم اللي عمره ما يتحقق بس برضه مستحيل نبطل ندور عليه. بس السؤال اللي لسه ملوش إجابة، هل الكنز فعلا اختفى؟ هل كان موجود والناس شافوه؟ وهل اللي شايفينه دلوقتي شايفينه ذهب ولا مجرد حلم جوه عينهم؟ كان معكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.